السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناة كويزين سكينة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذه يلقاكم في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله في قناتي غنحضر معكم فلو بالمذاق ديال الجزر والتمر، كيجي اكثر من رائع جدا، لذيذ صحي بزاف. بلا نطول عليكم غندوز مباشرة للطريقة وايضا المقادير وفرجة ممتعة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما العادة أول حاجة إن شاء الله كنبداو به وهي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بالنسبة للمقادير عندي هنا لتر من الحليب اللي كيكون بارد، هنا عندي واحد الجزرة اللي خديتها ونقيتها وسلقتها، كذلك هنا عندي 9 حبات من التمر، 3 المعالق كبار ديال السكر الخشن ولا سنيده، 2 فلو ديال الكراميل. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ان شاء الله بالنسبه لهاد الديسير هذا ولا التحليه اللي غادي تنفعنا بزاف بزاف في رمضان. هنا كناخذوا الخلاط الكهربائي كنضيف ليه لتر من الحليب، كذلك كنضيف ليه واحد الجزره كما قلت لكم اللي خديتها ونقيتها وقطعتها الى دوائر، ممكن تقطعوها الى مربعات، المهم خصها تكون مسلوقه. سلقتها مزيان كنضيفها على الحليب. دائما اذكر بان الحليب بارد. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف هنا التمر كما قلت لكم عندي هنا 9 حبات، ممكن تضيفوا اقل ممكن تضيفوا اكثر، من الاحسن تكون هكا التمر كتكون هكا رطبه. غادي ناخذها ان شاء الله غادي نقطعها الى قطع باش تسهل عليا هكا فاش غادي نطحنها. فهاد الفلو هذا صراحه او التحليه كتجي صراحه رائعه جدا هكا الفطور ولا حتى السحور، كتجي صراحه مشبعه لان فيها الجزر كذلك فيها التمر، كذلك حتى الاطفال اللي ما كياكلوش الجزر هذه حيله باش ديروا هاد الطريقه هذه ديال الفلو بالتمر وكذلك الجزر، كيجي اكثر من رائع جدا وكيجي لذيذ بزاف، غادي يعشقوه صراحه الاطفال وحتى الكبار، صراحه كيجي لذيذ بزاف. من بعد ان شاء الله غادي نطحنوا هكا في الخلاط الكهربائي مزيان حتى غادي يتطحن ليا جزر وكذلك التمر، ومن بعد ان شاء الله عاد كنضيف عليهم السكر وكذلك فلو ديال الكراميل. فبالنسبه يعني السكر كيبقى لكم اختياري كما قلت لكم، ممكن تضيفوه ممكن تستغناو عليه تكتفي فقط بالحلاوه ديال الجزر وكذلك الحلاوه ديال التمر. صافي ان شاء الله هنا من بعد ما خلطت هادو المكونات غادي ناخذ ان شاء الله غادي نصفيهم هكا في شي صفايه. الا كتبغيو دوك القطع اللي كيبقاو ديال الجزر وكذلك ديال التمر ممكن تخليوها، انا ما كتعجبنيش، لذلك هكا كنفضل بانني نصفي ان شاء الله هاد هاد الخليط هذا. صافي ان شاء الله غادي نصفيه ومن بعد ان شاء الله عاد كنضيف عليهم كما قلت لكم فلو كراميل وكذلك السكر. صافي ان شاء الله هنا كنضيف كما قلت لكم السكر، كذلك كنضيف هنا 2 علب ديال الفلو ديال الكراميل، يعني هنا كنت كنوريكم بانه فلو ديال الكراميل. صافي ان شاء الله كنضيف ومن بعد ان شاء الله كنضيفهم من فوق النار، غادي نخليهم ان شاء الله حتى غادي يسخن لي هذا الخليط هذا، يعني ما كيوصلش لمرحله ديال الغليان، فقط هكا كيسخن. ومن بعد ان شاء الله غادي نعملو هكا في شي زليفات. صراحه كيجي لذيذ بزاف، واخا نعيا ما نشكر فيه، ولكن كنتمنى ربي ان شاء الله تجربوه وتعرفوا علاش كنهضر. صافي ان شاء الله غادي نخلط بحال هكا يعني حتى غادي يذوب لي ان شاء الله السكر وكذلك فلو، ومن بعد ان شاء الله غادي نوضعهم ان شاء الله فوق النار هكا، غادي نخليهم ان شاء الله كما قلت لكم غاديش يوصلوا مرحله الغليان. صافي يعني حتى غادي يسخن لي ان شاء الله، ومن بعد غادي نقدمهم هكا في شي زليفات وغادي نقدموهم ان شاء الله بالصحه والراحه. صافي هنا شوفوا معايا يعني سخن، صافي ما كنخليوش حتى كيوصل لمرحله ديال الغليان، كنطفيو عليه النار وغادي نقدموه هكا في شي زليفات ولا في شي كؤوس، يعني لكم الاختيار. من بعد ان شاء الله غادي نخليوه هكا في سطح العمل يعني حتى كيدفو، من بعد ان شاء الله كندخلوه هكا في الثلاجه، ولا الا كان هكا الحل يعني بارد كتخليوه غير هكا في المطبخ حتى كيجمد وكتقدموه بصحه والراحه. فبالنسبه للتزيين ممكن تزينو هكا بالكراميل يعني صنع منزلي، ولا ممكن تزينو حتى بهكا بالبنان كيجي حتى هو مع الكراميل زوين بزاف، ولا رقائق ديال اللوز اللي كيكونوا محمرين كيجي حتى هو زوين بزاف، ولا الكاوكاو ولا اللوز مهرمج محمر كيجي حتى هو زوين بزاف. انا اكتفيت نخلي هكا سامبل
وصافي. المهم ان شاء الله غادي نكمل غادي نعمر هكا الزليفات ديالي، ومن بعد ان شاء الله كما قلت لكم غادي نقدم بالصحه والراحه.